هاد المدرب هذا سميتو عادل عمروش، مدرب جزائري وكيدرب منتخب ديال تنزانيا. هاد المدرب هذا كان بخير وعلى خير وحتى واحد ما كيهضر عليه، حتى عيطوا لي واحد النهار من الجزائر وداروا معاه لقاء على احد القنوات، وقبل بطبيعة الحال وصاه العسكر والكبرنات وقالوا ليه ها شنو غادي تقول على المغرب. وفعلا داكشي اللي كان. السيد نسى راسو وتحمس بزاف وقال لهم باللي المغرب كيربح غير بالكولاسه، والقجع هو اللي كيحدد الوقت والتيران فين يلعب المنتخب المغربي. وزاد وقال لهم باللي الكاف حاكمه الجامعه المغربيه. وزيد وزيد. المهم شي كلام اللي هو خطير يخرج من شي مدرب. ايوا هنا وسائل الاعلام الجزائري عجبهم الحال بزاف وقال لك عمروش فضح القجاع وفضح المغرب وبقاو كيطبلوا ليه. ولكن للاسف السيد ما فرحش بزاف. الكاف دار عليه اجتماع عاجل وقرروا انهم يربيوه على الهضره ديالو. وفعلا وقفوه 8 ديال الماتشات وعطاوه غرامه ماليه قدرها 10,000 دولار. المشكل انه ما جا يفيق من هاد الصدمه ديال الكاف حتى صدموا عاود الاتحاد التنزاني اللي حتى هو ما عجبوش التصريحات ديال عمروش وناضوا جراو عليه من التدريب. والمصيبه والطامه الكبرى هي انهم جابوا واحد في بلاصتو سميتو حميد موروكو. يعني لعنه المروك فيكم. الجزائر بطبيعه الحال ما حملاتش راسها على هاد التبهديله هادي وناضوا كيبكيو وكيشكيو في وسائل الاعلام ديالهم. ولكن تستاهل السي عمروش باش تتعلم تخلي خدمتك وتبقى تابع القجاع والمغرب والكولاسه. والمشكل كون غير طفرتيه. المغرب ضربوك ب2-0 في تنزانيا و3-0 في الكوت ديفوار، يعني المغرب بهدلك في التيران وخارج التيران. المشكل ديالك انك بقيتي تابع التوصيات والاوامر ديال الكبرانات والعسكر حتى وليتي بلا خدمه بلا والو، وهذه هي الضريبه ديال اي واحد كيأذي المملكه المغربيه. المهم انا غادي نتوقف هنا باش ما نطولش عليكم. شكرا بزاف على المتابعه، ونتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد وموضوع جديد على قناه كلاش ماسك. في امان الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.